اللي فات ده طبعا يا أبطال كله كان تمهيد للدرس الأول. هندخل في الدرس الأول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. محاولات تصنيف العناصر. تصنيف العناصر يعني يحطوها في جدول أو في مكان بحيث إن العناصر تبقى متصنفة فيه. إزاي متصنفة؟ يعني مجموعة كذا ومجموعة كذا ومجموعة كذا. طيب بيصنفوها ليه؟ علشان يسهلوا دراستها. يعني مثلا انت هتدرس عناصر معينه، هتبقى مثلا ولتكن عناصر انتقاليه، هنعرف الكلام ده بعدين. يبقى انا هبص ايه على العناصر الانتقاليه اللي انا عارف خواصها وعارف مكانها فين وعارف طبيعه بنائها والكلام ده كله. طيب ايه تاني؟ علشان يوجدوا علاقة بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية. يعني دلوقتي مثلا هيحطوا شوية عناصر مع بعضها، ولتكن مثلا الفلزات الانتقالية تبقى محطوطة مع بعضها، ويشوفوا الخواص بتاعتها ايه اللي شبه بعضه يبقى فين. فبالتالي لما يجي يقول لي علل تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر تبعا لخواصها، هقول له ايه؟ لتسهيل دراستها وايجاد العلاقه بين العناصر وخواصها الفيزيائيه والكيميائيه. ايه اهم المحاولات بتاعه التصنيف دي؟ 3 محاولات. اول حاجه الجدول الدوري المندليف، تاني حاجة الجدول الدوري المزلي، تالت حاجة الجدول الدوري الحديث اللي احنا اوريدي لسه شغالين بيه لغاية دلوقتي، وهو اللي ايه معتمد عليه في كل شيء في موضوع العناصر. هنبدأ بأول محاولة عمنا مندليف. مندليف ده عالم روسي، أول محاولة معتبرة في التاريخ. سبق محاولات ناس حاولت، بس دي أول محاولة معتبرة يعني ايه؟ يعني اللي بعده بنى عليه اللي هو بيعمله. يعني مزلي بنى شوية على أفكار مندليف، والجدول الدوري الحديث انبنى شوية على أفكار مزلي. طيب مندليف، أيام مندليف كان عنده 67 عنصر فقط. احنا عارفين طبعا دلوقتي ان الجدول الدوري فيه 118 عنصر، هو أياميه ما كانش مكتشف غير 67 عنصر بس. فعمل الجدول بتاعه ونشره في كتاب سنة 1871 ميلاديا، كتاب سماه مبادئ الكيمياء. مندليف عمل ايه؟ مندليف كان على ايامه 67 عنصر، فعمل لكل عنصر بطاقة. بقى عنده كام؟ 67 بطاقة. طب كتب في البطاقة ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة. بدأ ان هو يكتب رمز العنصر اللي هو مثلا ليثيوم Li، صوديوم Na، بوتاسيوم K، وبدأ يكتب الوزن الذري بتاعه. ليثيوم 7، بوتاسيوم 23. حد يفكرني يا ابطال بالوزن الذري ده كان ايه؟ كان عدد النيوترونات المتعادله وعدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ايه؟ ذره العنصر. واحنا عارفين ان كتله الذره موجوده في النواه، لان الالكترونات جسيمات تكاد لا تكون لها كتلتها ضعيفه جدا، فوزن الذره غالبا متركز فين؟ في النواه. وايه تاني؟ بقى يكتب تحت كل عنصر الخواص الهامه بتاعته. زي ايه؟ زي الخواص الفيزيائيه زي درجه الغليان، درجه الانصهار، الكثافه. وبقى يكتب الخواص الكيميائيه زي صيغه الاكسيد بتاعه، سواء اكسيد احادي، ثنائي، ثلاثي، ايا كان. رتب العناصر دي في اعمده رئيسيه، سماها مجموعات. اعمده رئيسيه اهي، Li تحتيه Na تحتيه K، وسماها مجموعات. بس قابلته مشكله. ايه هي المشكله؟ انه لقى ان في المفروض عناصر تبقى تحت بعضها، لقى في فروق بينها وبين خواصها وعناصر. يعني مثلا الليثيوم المفروض يبقى تحت الصوديوم، لقى ان الصوديوم مختلف شويه والكالسيوم مختلف شويه، فبدا يعمل مجموعات فرعيه. ازاي؟ يعني صنف المجموعات ل A و B عشان يخرج من مشكله فروق الخواص بتاعت كل العناصر دي. يعني مثلا يبقى الليثيوم تحت الصوديوم، ومثلا الكالسيوم في المجموعة B، وهكذا، والبوتاسيوم في المجموعة A، وكلهم يعتبروا ايه؟ في مجموعة رئيسية واحدة بس في مجموعتين فرعيتين A و B. اكتشف مندليف بقى ان العناصر اصلا ممكن تترتب ترتيب تصاعدي حسب اوزانها الذرية لو حطها في الجدول ومشى من اليسار لليمين في صفوف افقية، سماها دورات. يعني شايفين ليثيوم 7، بعديه البريليوم 9.4، بعديه البورون 11. فلقى ان العناصر بتمشي بالشكل ده بشكل تصاعدي من اليسار لليمين، وسمى اللي من اليسار لليمين ده دوره. ولقى ان خواص العناصر بتتكرر بشكل دوري مع بدايه كل دوره. يعني مثلا الليثيوم فلز، الليثيوم مثلا نشط كيميائيا، يبقى مع بدايه الدوره الجديده الصوديوم هيبقى فلز ونشط كيميائيا، وهيبقى مثلا درجه انصهاره قريبه من درجه انصهار الليثيوم، درجه غليانه قريبه، نفس
نفس القصة، فلأن الخواص بتتكرر بشكل دوري مع بداية كل دور. ده شكل جدول مندليف، طبعا ده للاطلاع فقط. هنبص نلاقي هنا ادي المجموعات الفرعية A و B لكل المجموعات الرئيسية اللي محطوطة. ايه مميزات جدول مندليف؟ مندليف اسهم بايه بحيث ان هو افادنا دلوقتي في الجدول الدوري الحديث. مندليف تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم اوزانها الذرية. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لو بصينا على الجدول بتاعه هنلاقي اماكن فاضية، مثلا العنصر اهو بعدين لازم المفروض يبقى فيه عنصر ياخد القيمة دي بتاعت الوزن الذري ده، بس هو لسه ما اكتشفش، بس بعد كده الايام اثبتت ان كلامه كان صح. طب هو عمل ايه؟ ترك لها خانات فارغة في جدوله، قال يا جماعة ان شاء الله هيبقى فيه عناصر تحمل الاوزان الذرية دي. طيب لما يجي يسألني يقول لي ما النتائج التي ترتبت على ان مندليف تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم اوزانها الذرية؟ اقول له ترك لها خانات فارغة في جدوله. ترك لها خانات فارغة في جدوله. الحاجة التانية المهمة اللي عملها مندليف ان هو صحح بعض الاوزان الذرية اللي كانوا العلماء اياميها مقدرينها خطأ لبعض العناصر. زي ايه؟ زي مثلا عنصر التيتانيوم TI. عنصر التيتانيوم كانوا بيقولوا ان هو وزنه الذري 48، بس الخواص بتاعته وفي المكان بتاعه في الجدول ما ينفعش ان هو يبقى وزنه 48. قال لهم يا جماعة ده وزنه 52، لان هو موجود في حتة معينة في الجدول حسب دورية العناصر لازم يبقى 52. وده الايام اثبتت ان مندليف كان كلامه صح. يبقى مميزات جدول مندليف: اول حاجة انه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم اوزانها الذرية. تاني حاجة صحح مندليف الاوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر. مندليف كمان معلومات للاطلاع فقط، مندليف تنبأ بخواص عنصر وسماه الايكا سيليكون، واكتشف بعد كده زي ما مندليف كان قايل عليه بالظبط، بس العلماء سموه الجرمانيوم. نفس الخواص اللي قال مندليف عليها طلعت فعلا العنصر الجرمانيوم طلع مطابق لكلام مندليف بعد كده. زي اي حاجة في الدنيا لها مميزات لها عيوب. عايزين نشوف عيوب جدول مندليف. مندليف وقع في غلطتين او في عيبين للجدول بتاعه. اول حاجة انه اضطر ان هو يخل بمبدأ الترتيب التصاعدي للاوزان الذرية اللي احنا قلنا عليه من شوية، ان العناصر بتترتب من اليسار لليمين حسب اوزانها الذرية. طب ده حصل ليه؟ لانه لقى عناصر زي الحديد والكوبالت والنيكل خواصهم شبه بعض قوي، فحطهم مع بعض مع انهم مش نفس ترتيب الاوزان الذرية. فلما يجي يقول لي علل، اضطر مندليف الى الاخلال بالترتيب التصاعدي للاوزان الذريه لبعض العناصر. اقول له ليه؟ لوضعها في المجموعات التي تتناسب مع خواصها. هو لقى ان لو مشى بالترتيب الاوزان الذريه هيحط النيكل في حته بعيده شويه عن الحديد والكوبالت، لا هو عايزهم مع بعض لان خواصهم زي بعض. فلما يجي برضو يسالني يقول لي علل، اضطر مندليف لوضع اكثر من عنصر في خانه واحده مثل الحديد والكوبالت والنيكل. اقول له للتشابه الكبير في خواصهم، على الرغم من انهم كانوا ايه يا حبايبي؟ كانوا مختلفين في الترتيب بتاع الوزن الذري. العيب الثاني لجدول مندليف ان هو احنا عارفين ان في حاجه اسمها النظائر. نظائر يعني ايه؟ صور مختلفة لذرات العنصر الواحد بتبقى شبه بعض في العدد الذري بس بتختلف في الوزن الذري. زي ايه؟ زي نظائر عنصر الهيدروجين، زي ال H11 و H12 و H13. النظائر دول بيتفقوا في العدد الذري بس بيختلفوا في الوزن الذري. فبالنسبة لمندليف كان بيقيس بالوزن الذري، اعتبرهم عناصر مختلفة تماما. ازاي الكلام ده؟ فحطهم على انهم عناصر مختلفة، مش هو نفس العنصر، لانه ما كانش يعرف. يبقى العيب الثاني ان مندليف سيضطر الى التعامل مع نظائر العنصر الواحد التي اكتشف فيما بعد على انها عناصر مختلفة. ليه؟ او علق لاختلاف اوزانها الذرية. بس هو اصلا كانوا هم واحد نفس العدد الذري، بس هو بالنسبة له كانت زي عناصر جديدة لان هو كان بيقيس بالوزن الذري. يبقى احنا كده
خلصنا محاولة مندليف اللي هي محاولة معتبرة جدا ومشكورا عليها، وندخل بعد كده على الجدول الدوري لموزلي، المحاولة الثانية اللي هي الجدول الدوري لموزلي. موزلي بقى كان العلم تقدم شوية ايامه، لان هو بعد مندليف بشوية، وكان ظهر عالم اسمه رازرفورد، عالم نيوزيلندي، اكتشف ان نواة الذرة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة. طبعا الكلام ده اياميها كان جديد جدا وثورة في العلم. فموزلي اخذ الكلام بتاع رازرفورد وبدأ ان هو يطبقه، واطلق على مصطلح العدد الذري على عدد البروتونات الموجبه دي الموجوده في نواه الذره. طبعا ما كانش حد يعرف حاجه اسمها قبل كده العدد الذري، لان حتى لو تفتكروا مندليف كان بيصنف النظائر اللي هي متشابهه مع بعض في العدد الذري ومختلف في الوزن الذري على انها عناصر تانية. واكتشف بعد ما درس خواص الاشعه السينيه اللي هي أشعة إكس اللي هي بيعمل بيها الأشعة على العظم والكلام ده، إن دورية العناصر ترتبط بأعدادها الذرية مش بأوزانها الذرية زي ما كان مندليف بيعتقد، لأن الأعداد الذرية دي ماشية بالترتيب واحد واحد، والخواص قريبة من بعض بالظبط لما بنمشي بالأعداد الذرية مش بنستخدم الأوزان الذرية. طيب إيه أهم التعديلات اللي عملها موزلي على جدول مندليف؟ أول حاجة إنه رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية مش أوزانها الذرية زي مندليف، وخد بالك عشان ما تتلخبطش، بحيث يزيد العدد الذري لكل عنصر عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة بمقدار واحد صحيح فقط. كل عنصر عدده الذري وليكن 11، اللي بعديه يبقى 12، اللي بعديه في الدورة 13، مفيش فرق، كل العناصر ورا بعضها بنفس طب عمل ايه تاني موزلي؟ اضاف الى الجدول حاجتين. اول حاجة المجموعة الصفرية، وسماها المجموعة الصفرية ديت اللي بتضم الغازات الخاملة اللي هي هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون الى اخره. هناخد بعد كده كل ده بالتفصيل. كان ايام مندليف احنا قلنا كانوا كام؟ كانوا 67 عنصر. لا، ما هو اكتشف بقى بعد كده عناصر ضافهم للجدول الدوري بتاعه، العناصر التي تم اكتشافها بعد اعداد مندليف لجدوله الدوري. وكمان عمل حاجة لسه موجودة معانا في الجدول الدوري الحديث، ان هو خصص مكان اسفل الجدول لعناصر اسمها اللانثانيدات والاكتانيدات، اللي بتبدأ بعنصر اللانثانيوم وعنصر الاكتينيوم، وهي دي مجموعة اللانثانيدات والاكتانيدات فصلها خالص عن الجدول وحطها تحت، بتبدأ بعنصر اللانثانيوم وعنصر الاكتينيوم. يبقى تعديلات موزلي على جدول مندليف اول حاجة انه رتب بالاعداد الذرية، وايه تاني؟ اضاف للجدول المجموعة الصفرية، واضاف العناصر الاخرى التي تم اكتشافها بعد اعداد مندليف لجدوله الدوري. ثالث حاجة خصص مكان اسفل الجدول لعناصر اللانثانيدات والاكتانيدات. ندخل بقى على ثالث محاولة اللي هي الجدول الدوري الحديث اللي احنا اصلا ماشيين بيه لغاية دلوقتي، وده افضل حاجة اتعملت بناء برضو على شغل مندليف وموزلي وبعض العلماء المتواليين، لان ده يعتبر ناتج ابحاث كتيرة وعلماء كتيرة، فما نقدرش نقول ان هو واحد اللي عمل الجدول الدوري الحديث ده. طبعا الجدول الدوري الحديث ده يا ابطال زي ما قلنا ناتج من دراسات علماء متتالية. في عالم اسمه بور، عالم دنماركي، اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية بالذرة اللي هي اللي احنا لسه واخدينها، اللي هي كي وال وام وان واو وبي وكيو، وحددها انها 7 في اثقل الذرات المعروفة. واكتشف كمان العلماء بعد كده ان كل مستوى طاقة رئيسي بيتكون من عدد محدد من مستويات الطاقة الداخلية او الفرعية، زي المستوى كي بيتكون من مستويات فرعية اس، المستوى الفرعي اس، والمستوى ال بيتكون من المستوى الفرعي اس وبي، والمستوى ام بيتكون من اس وبي ودي، والمستوى الرابع بيتكون ان اللي هو بيتكون من اس وبي ودي واف. طب الكلام ده هيفيدني في وايه علاقته بالجدول الدوري الحديث؟ هقول لك دلوقتي احنا هنعتمد عليها في دلوقتي احنا كنا ايام موزلي بنرتب العناصر حسب اعدادها الذرية. في كمان لما اكتشفنا التركيب الدقيق للذرة دي لقينا ان طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات لها دور كبير. ازاي؟ يعني كل مجموعة مع بعضها بتبقى مثلا المستوى اس يعني تتملي بالالكترونات. فبدأوا بقى يقسموا العناصر
حسب أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الفرعية بالإلكترونات. إيه المستويات الفرعية؟ اللي هي S و B و D و F. طيب أنا مش فاهم. المستويات الفرعية دي هي المستويات اللي تحت المستويات الرئيسية، ان كل مستوى رئيسي كبير بيشيل 2 الكترون زي الكي هيبقى اس، ال هيبقى اس وبي، وهكذا. دي طبعا بعد كده هناخدها بالتفصيل في الثانوي ان شاء الله، بس احنا اللي يهمك من الموضوع الفئات. الجدول اتقسم لفئات هنشوفها بعد كده، ايه اس وبي ودي واف. وفي ملحوظة طبعا يا ابطال، ان العناصر اللي موجودة في الطبيعة 92 عنصر بس موجودين في القشرة الأرضية. ايه ده انت لسه قايل لي اللي عدد عناصر الجدول الدوري 118 عنصر. ايوه، ما هم بيتحضروا الباقي في المعمل، بس على فكرة دي عناصر مشعة وغير مستقرة. اول ما بتتكون تحت ظروف خاصة بيحضرها العلماء بتتحلل انويتها في اقل في جزء من الثانيه وتتفكك تاني. في عنصر موجود بس ده حضره بظروف خاصه ومعرفش استفيد منه بحاجه. يعني نرجع بقى نلخص كل اللي خدناه قبل كده. الاساس العلمي لتصنيف العناصر: مندليف رتب على اساس الاوزان الذريه، موزلي رتب على اساس الاعداد الذريه، الجدول الدوري الحديث رتب على اساس الاعداد الذريه وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات اللي هي اس وبي ودي واف. طبعا الترتيب كله ترتيب ايه؟ تصاعدي، يعني من الصغير للكبير، من اليسار لليمين. هنبدا بقى نحل شويه اسئله خفيفه كده نختبر فهمنا. السؤال الأول: اختر من بين القوسين في جدول موزلي كل عنصر يزيد عما يسبقه في الدورة بمقدار نقط واحد. ايه بيزود بمقدار ايه؟ بمقدار موزلي، بمقدار بروتون، العدد الذري. موزلي بيزود بمقدار بروتون واحد. السؤال الثاني: خصص العالم موزلي مكانا اسفل جدوله لايه؟ لعناصر اللانثانيدات والاكتانيدات. السؤال رقم 3: من اهم اعمال بور عمل ايه؟ اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية بالذرة. السؤال الرابع: رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث ترتيبا ايه؟ مبدئيا تصاعديا. حسب ايه بقى؟ تصاعديا تبعا لاعدادها الذريه وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه. اوعى تتلخبط وتقول الرئيسيه، الفرعيه اللي هي اس وبي ودي واف. السؤال الرابع: علل ترك مندليف خانات فارغه في جدوله. نبقى نقول لانه تنبأ باكتشاف عناصر جديده وحدد كمان اوزانها الذريه. وبكده نبقى خلصنا يا ابطال، وهنبدأ الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.